ناس كتير ما بتحبش اللحمة الضاني، بس في ناس كتير برضو بتحب الريش الضاني. تعالي بينا كده، يلا بينا نسمي الله ونقوله عملنا التتبيلة الريش الضاني ازاي، بالطريقة الجميلة ازاي ديت. وعملنا كمان صينية مشاوي في منتهى الجمال، تقدري تقدميها في عزومات، هتفتخري بيها بجد. تقدري تعمليها لو انت بتعملي شغل اونلاين برضو. بصي الشغل جميل جدا جدا جدا. اهم حاجة من الشغل تظبيط الشغل. يلا بينا نسمي الله ونقوله عملنا الجمدان ده ازاي وعملنا الصينية بتاعتنا ازاي. بس طبعا الصينية بتاعتنا عاملين الفيديو بتاعنا على فيديوهين عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. الفيديو النهاردة التتبيلة بتاعتنا عملناها ازاي، وطلع معانا بالشكل الجميل ده ازاي. قبل اي حاجه انزلي حالا حطي اللايك بتاعك وما تبخليش عليا باللايك، وساعدي اختك لوجه الله عشان الفيديو بتاعنا يوصل والكل يستفيد. كلمه اشتراك هتلاقيها قدامك على الشمال، اتكي عليها واختاري كلمه الكل وتكوني انضميتي للقناه بتاعتي وتكوني نورتينا في القناه ان شاء الله. وطبعا انزلي حالا حطي اللايك عشان الكل يستفيد. هنا طلعنا اللحمه بتاعتنا لسه جايبينها من عند الجزار، قطعناها تقطيعه حلوه. تمام، هو طبعا مقطعهولي، بس طبعا انا هكمل التقطيع تاني، يعني ايه هو مش فاصل بين القطعه والقطعه، هو مش فاصل، انا هغسلها غسله كويسه وهنزل دمها. طبعا انا طبعا مش محبتش ان انا اصور المنظر عشان طبعا المنظر ده ما يبانش في الفيديو. وطبعا شكلها باين بعد ما غسلتها، ومصفياها تصفيه كويسه جدا ومنزله كل الميه اللي فيها. انا مش حابه الميه تبقى في اللحمه بنفس الشكل. محضره معايا طماطم وبصل، ليمونتين، وعندي فلفل اخضر او فلفل سبايسي. يعني التتبيله سهله جدا، يعني مش مستحقيه ان انا اخد اللحمه بتاعتي وبديها عند حد يشويها لي. انا اقدر ان انا اشوي حاجاتي في البيت وتحت ايدي، وتحت عيني بنفس الشكل زي ما اتفقنا. اهم حاجه من الشغل تظبيط الشغل. قطعنا البصل عندي عشان طبعا كله هفرمه في الكبة، وكمان هقطع الطماطم عندي تقطيع عشوائي بنفس الشكل. هنا بقول لكم ان صبعي وجعني، اكتبوا لي بقى في التعليقات الف سلام عليكي، مش هتنازل. تمام. المهم خلصنا بقى الطماطم بتاعتنا، قطعناها مكعبات، وهنخلص كمان معانا الليمون والفلفل هقطعه برضه مكعبات بنفس الشكل. وهبتدي ان انا هنزل كل اللي احنا عملناه ده كله في الكبه مع شويه ميه وهضرب. بس هحط بهاراتي الاول. البهارات عندي ملح، تمام، حط كده معلقه كبيره من الملح، دي معلقه صغيره اللي انا حطاها. وهحط كمان معلقه ونص كده من الفلفل الاسمر. حط كمان شطه. حط بهارات لحمه هاتيها من عند العطار، بس عندي البهارات دي كانت خام فحطه نص معلقه بس. وبس كده، مش محتاجة اي حاجة خالص. ممكن بقى تستغني عن كل دوت وتحطي ملح وفلفل اسمر بس، مفيش مشكلة خالص نهائي. اهم حاجة فلفل الاسمر. وضربت في الكبة عندي او في الخلاط لغاية ما خليتها ناعمة جدا بنفس الشكل. شوية زيت وكملت كمان الضرب بنفس الشكل. طب هتعملي ايه تاني؟ معايا روزماري، متوفر عندك حطي، مش متوفر مفيش مشكلة خالص الغيه. هو بس بيدي ريحة وبيدي طعم حلو جدا، في منتهى الجمال بصراحة. تمام. هاتيه من عند العطار، كمية صغيرة تجيب 2 جنيه ب3 جنيه، بيقعد عندك فترة طويلة. وفي المصفى هبتدي ان انا انزل كل اللي احنا عملناه دوت، لان انا محتاجة المية بس، مش محتاجة التفل بتاع الطماطم والبصل. انا بس عايزة مية البصل وعايزة مية الطماطم. فهبتدي ان انا هصفي بالمصفى الكلام ده كله مع بعضه. ممكن تستخدمي التفل ده بتاع الطماطم وبتاع البصل بنفس الشكل لو عامله كفته. الصينيه بتاعتنا كانت محتاجه برضو كفته بصراحه، بس ما عملناش كفته. ممكن تشيلي الليمون خالص في الخلاط وتستخدميها لو انت حابه تعملي كفته. خلاص خدنا الميه بتاعتنا بنفس الشكل. هبتدي ان انا انزل باللحمه بتاعتنا في الميه بنفس الشكل. هي دي التتبيله الصح، هي دي التتبيله المظبوطه. ليه ما حطيتيش التفل؟ طيب عشان خاطر ما يتحرقش مني على الفحم وانا بشوي. اللحمه مش هتستوي والتفل هو اللي هيتحرق على طول، فبلاش نحط التفل. نصيحه مهمه جدا اعملوها.
ومحدش يقول لكم حطوا التفل وخلاص، لا ما تحطوش التفل، اللحمه مش هتستوي معاكم والتفل هو اللي هيتحرق على طول. طيب حطينا اللحمه في الميه اللي احنا عملناها، هسيبها ليله كامله، ليله كامله في التلاجة عشان خاطر اخد نتيجه مظبوطه. قلنا تظبيط الشغل اهم حاجه. هحط في التلاجة ليله كامله. طبعا الفراخ عندي عاملينها بنفس الطريقه، بنفس التتبيله، بس طبعا كل الاختلاف ان انا حاطه خضره في الخلطه اللي احنا ضربناها في الكبه، وما صفيتهاش، ما صفيتش الخلطه اللي احنا عملناها. تمام. ليه ما صفيتش الخلطه وش معنى في اللحمه؟ بس عشان الفراخ ما بتاخدش سوا، يعني هتستوي معايا على طول، بس اللحمه هي اللي بتغيب في السوا. وخدنا كل الكلام دوت كده، وخدنا الشوايه بتاعتنا اللي هنوسع عليها اللحمه والفراخ بتاعتنا، وطلعنا بقى على السطوح، ولعنا الفحم بتاعنا واشتغلنا على طول. تمام. ما حبيتش اصور معاكم الشكل عشان انا عارفه ان اكتر الناس مش ممكن ما تعملش في البيت، حابه توديها عند الراجل يشويها، مش مشكله، اهم حاجه انت عامله التتبيله بتاعتك، واهم حاجه تطلع معاكي مظبوطه بنفس الشكل، يعني ما تطلعش معاكي محروقه، ما تنشفهاش. تمام. عشان تطلع معاكي مظبوطه. شكلها باين من بصوا شكلها باين من غير ما اتكلم، هي شكلها باين، واللحم مستوي. وقطعت بقى ايه وشويت كده شويه من البصل والطماطم كده والفلفل، يعني ايه حاطه طعم حلو جدا. تمام. الخلطه دي طعمها حلو جدا. ده شكل الفراخ بعد ما شويناها طبعا بنفس الشكل، طلع برضو مستويه معايا ومش محروقه. بقى بصوا الفرق بين هنا وهنا ايه اللي احنا عملناه، ان احنا حاطين التفل بتاعنا ما اتحرقش بنفس الشكل اهو، ما اتحرقش خالص، لو كنا حطينا على اللحمه كانت هتتحرق بسرعه. ده كان شكل الصينيه بتاعتنا. يا رب يكون شكلها عجبكم وتنفذوا وصفتنا. لو عندك لحمه، عندك فراخ، مش عندك ريش ضاني، استغني عنها واعملي كفته، اعملي اي حاجه بس تطلع معاكي النتيجه المظبوطه ديت ان شاء الله. زي ما اتفقنا قلنا الفيديو بتاعنا على نصين، انتظروا اللي جاي ان شاء الله، الفيديو اللي جاي باذن الله. اسيبكم في رعايه الله ومع السلامه.